أكون جزء من هذا البرنامج. فأول شيء لما إجاني العرض إنه أكون أنا مدرب بذا فويس كيدز، رجعت لورا وكنت عم بتذكر اللحظات القهر يلي عشتها إنه ما قدرت أكون موجود، وعم شوف رب العالمين كيف بيعوضك، وعم شوف كيف لما بتلاحق حلمك بالطريقة الصح وبتحطها بمكانها الصح بتوصلك ما أبعد من ما بتكون بتحلم. كان حلمي المسرح، موهبتي عادتنا على الكرسي. هذا اللي عم حاول اقول لك، انه سبحان الله رب العالمين مع الاجتهاد مع الموهبة بس تشتغل عليها بتحطك أهم من حلمك. بعدك عمر مهوين، عمر يلعب يأتيني بنظرة زوين، وهالمرة ما حذرته، أنا اللي حاختار أحلى صوت. أنت اليوم على الكرسي وكتير من الناس انتقدوك إنه ليش شامي اليوم على كرسي لجنة ذا فويس؟ ليش شامي ما بده يكون على لجنة ذا فويس؟ عندي كل المقومات الأساسية اللي بتأهلني إني أكون عم بعطي جيل جديد. عندي هويتي الموسيقية الخاصة فيني، والهوية الموسيقية قليلة بالعالم العربي اللي عندهم إياها بتخصهم بس. أنا كاتب وملحن موزع ومنتج، يعني عندي رؤية فنية. يعني المليارات الاستماع يلي عاملهم بحياتي هن كانوا قراري واختياري وكلماتي وألحاني وإلى آخره. يلي بيقدر يخلق غنية من الصفر ويوصلها لقلوب الملايين أكيد بيعرف يقول إذا هذا الصوت حلو أو لا، وأكيد بيعرف يهذب هذا الصوت مثل ما هذب صوته ووصل للناس. يعني عندي خبرتي وتجاربي الخاصة يلي بيحق لإلي إني انقلها للجيل الجديد، وبحس واجه فني. أنا عبالي أعمل هذا الشيء يعني. يا الليل ويا العين من بعدك عمر مهوينا، عمر يا العيد يهديني بنظرة زوينة. لو بدنا نسمي مدرسة الشامي الإنتاجية، شو بيكون قواعدها 3؟ مدرسة الشامي الإنتاجية شو قواعدها؟ أول شيء البساطة، يعني قد ما بيحسوها معقدة قد ما هي بسيطة. إذا بتنتبه بموسيقتي بالتوزيع فاضي، أنا توزيعي مش كتير عاجل. زائد الكلام واللحن عنده طريقة معينة بالتقطيع يطول الشرح فيها. والجملة اللحنية البسيطة ما بعقدها كتير على إذن المستمع، فبتوصل لإذنه ثم بتوصل لقلبه أسرع. شو بصير عادة على المسرح؟ دايما تتعرض تلاقي أشخاص من الجمهور بيطلعوا لعندك على المسرح. شو أول شي هيك بتحسوا؟ شو الإحساس اللي بيجيك؟ بتحس بالخوف؟ تنبسط ولا؟ أحيانا بخاف، لأنه ما في أعرف شو حالة الجماعة. في شيء اسمه حالة الجماعة اللي هو لما بيكونوا 10,000 أو 8,000 شخص بالمسرح وبصير في عندهم شعور واحد ونبض واحد. هي حالة الجماعة ما بتعرف شو بتجيش شعور عند الشخص. فأول شي بنقص مش من الأذى، من المحبة نفسها. بس دائما بكل المرات اللي صارت يعني بستقبلهم بحضن، حتى لو بمحل معين ممكن يكون هذا الشيء مأذي لإلي، ما بعرف كون غير لطيف معهم، بفهم محبتهم الله يديمه. يعني هي اللي مخليتني هون اليوم. شامي، واضح انك كتير قريب من اهلك. شو دور والدتك ووالدك بدعمك ووصولك لهون اليوم؟ ايه صراحة كتير قريب من اهلي، وهن محور حياتي ما بعد الفن. انا ما عندي علاقات اجتماعية كتير واسعة، ومحاور حياتي هن العمل والعائلة. امي الشق العاطفي والمعنوي، بابا يلي بيقويني. بابا يعني هيك رجال صلب جدا وقواني، رباني على الصلابة كل حياتي. وامي ام عبده الحنينة، يعني الله يطول بعمرها، اللي بتطبخ لنا اكل طيب وبتدعي لنا، ولما بنتعب بتلحمس على شعراتنا. عملت دور الام بحياتها معي على اكمل وجه. امي مثالية،
وبابا عطاني كل شي صح بالدنيا، واللي مش صح بالدنيا شفته صح لأنه من أبو عبده يعني. فكتر خير الله، هي من أهم النعم يلي بحياتي هن عائلتي. بيقووك بأوقات الضعف وبيحطوك بالمحل يلي انت مالك بحاجة حدا لأنه عائلتك معك. شو أجمل دعوة من أمك بتقلك إياها؟ الله يحبب خلقه فيك، وتضل بتدعي لي انه الله يحبب العباد فيه ويصير عندي القبول للناس، وشكل ام عبده دعواتها مستجابة. أكيد. وشو أجمل نصيحة اللي هيك اللي دايما من الوالد بتضلها معلقة براسك؟ والله بابك دايما بيقول لي انه اكتر شغلة بيخاف علي، لانه طبعا هي هلا ما بعطاني اياها، بس اكتر شيء كرره بحياتي لانه انا انشهرت بعمر صغير، انه خليك على الارض، خليك قريب من الناس. بابا انسان كتير بسيط وابن حي وقريب من عائلته الكبيرة والصغيرة وقريب من الناس. فبيقول لي انه مهما كبرت عماتك وخالاتك والناس ورفقاتك وولاد الحارة البعاد والقراب هدول مجتمعك، هدول جزء منك. فدايما كان بينصحني اني اكون على الارض، وانا بسمع النصيحة. بتزور ولاد حارتك؟ ايه، مش من وقت بعيد زرت ولاد حارتي، وعلى تواصل مع كل الناس، ما قطشت حدا، او كنت يعني بعدني قريب من مجتمعي وقريب من المجتمع الفني، عامل هي الوسط بين الاثنين، لانه ما في بعد عن بيتي ومجتمعي 100%. رميتني نحصاني ويا ميمنة خيال، خبوا كل صناني ويا ويلو شو خوان.